البقوليات. المرة اللي فاتت اتكلمنا على بدائل النشويات. تعالوا النهاردة نتكلم على سيرفنج البقوليات. معاكم إيمان الجندي، استشاري تغذية علاجية سمنة ونحافة ورياضيين وأطفال وذوي أمراض مزمنة. البقوليات زي إيه؟ زي الفول والعدس والحمص والفاصوليا البيضاء والحمراء والسوداء واللوبيا، كل أنواع البقوليات اللي تعرفها. نص كوباية منها أو 3 معالق كبيرة بيديني قد إيه؟ بيديني 15 كارب و7 بروتين. معنى كده إن هي مصدر للبروتين والكارب، وبتديني زيرو فات، ما فيهاش دهون خالص. طيب كم سعر حراري؟ بيديني 100 سعر حراري. يعني البقوليات تعتبر مصدر للبروتين والكربوهيدرات، بس للأسف ما فيهاش كل الأحماض الأمينية مع بعض، فعلشان كده البروتين الحيواني يعتبر أفضل من النباتي. طب أما الناس النباتيين بيعملوا إيه؟ لازم ينوعوا في البقوليات، كل نوع منهم فيه حمض أو 2 من الأحماض الأمينية. يبقى عشان نستفيد بالبروتين اللي في البقوليات يبقى لازم ننوع. زي مثلا هناخد من الفول حمضين، هناخد من العدس حمضين، الفاصوليا حمضين، وهكذا. يبقى لو هعتمد على البقوليات كمصدر للبروتين يبقى لازم انوع فيها. تابعوني في الفيديو اللي جاي علشان نتكلم على سيرفنج الألبان.